الحقيقة لما طلبوا مني الأستاذ أمير أباظة رئيس المهرجان، وطلبوا مني إن أنا أقدم التكريمات في المهرجان، سعدت جدا جدا قوي بجد. اولا النجوم حبايبي قوي قوي. استاذ امير اباظة طبعا الحقيقه بيعمل مجهود كبير جدا، طلب مني ان انا اساعد معاه في ان التقديم يبقى على مستوى النجوم اللي موجودين. الحقيقه انا سعدت جدا جدا ورحبت جدا جدا، مش قادره اقول لك يعني تقديم الحفلات ده على المسرح من اصعب الحاجات في شغلنا على فكره. يعني احنا بنقدم من الاستوديو، بنقدم في الشارع، بنقدم في تسجيلات، بنقدم في حفلة مسجلة مثلا، لكن أصعب حاجة في شغلتنا التقديم على المسرح، لأنك بتواجه جمهور. وبعدين أنا سعدت بقى بالجمهور جدا جدا، لأن كانوا وحشني، وواضح أن أنا كمان كنت وحشاهم، فالاستقبال كان حلو قوي قوي. طبعا بقول ألف مبروك للمكرمين: النجمة الحلوة إلهام شاهين، النجم الذهبي خالد زكي، النجمة الشابة حنان مطاوع. بقول لكم ألف ألف مبروك من كل قلبي. الإعلام ده عشقي وحبي وحياتي، وبيجري في عروقي كده، عارفة الإعلام ده في دمي. يعني بقالي في الشغلانة دي أكتر من 35 سنة، فعندي صداقات بالنجوم والفنانين كبيرة، يعني عميقة جدا، وتابعت أعمالهم وحياتهم من يوم ما ابتدوا. يعني أنا كنت لسه مذيعة برضو مبتدئة وصغيرة، وهم كانوا لسه مبتدئين وصغيرين، نجوم الحقبة دي من الزمن يعني. ف... فبيننا بقى صداقات وحب ومتابعة وشغل وتغطية لأعمالهم على مدى السنين.